السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من اهم التفريزات البسيطة اللي لازم تكون موجودة معاكي في قلب الفريزر، هتنجز معاكي كتير في الوقت والمجهود. اول حاجة عندنا هنا الثوم المفروم. زي ما احنا شفنا كده بنبدأ نغسل الثوم وننشفه كويس، بعد كده بنحطه في الكبة وبنفرمه، بعد كده بنحطه في كيس تلاجة وبنفرده، وبعد كده بنتني الكيس زي ما احنا شايفين كده عشان يبقى سهل علينا بعد ما يتجمد ان احنا نفك تانية كده ونكسر على قد الطبخة بتاعتنا. دي كمان كمية كانت عندي، بدأت ان انا افرمها في الكبة. ممكن ان احنا نفرمها بالمفرمة او ندقها او نبشرها، بس طبعا اسهل طريقة عندنا هي الكبة. زي ما احنا شايفين كده بعد ما فرمتها بحطها في كيس تلاجة وهضغط عليها، ابططها كده في قلب الكيس زي ما احنا شايفين كده، افردها خالص. ممكن ان انا اسيبها مفرودة كده واحطها في قلب الفريزر، ممكن ان انا اتنيها زي ما احنا هنشوف دلوقتي كده، بحيث ان هي تسهل عليا بعد ما تتجمد ان انا افك طبقة واحدة من التانيات ديت واكسر زي ما انا عايزه للطبخه بتاعتي. تاني حاجه معايا هنا هي هريسه الشطه، زي ما احنا شايفين كده بنغسلها وننشفها كويس، وابدا ان انا اشيل العنقود زي ما احنا شايفين كده. ممكن ان انا انشرها في الشمس 3 4 ساعات تنشف الميه بتاعتها شويه لو انا هحفظها جوه التلاجة، لكن انا عشان هفرزها زي ما احنا شايفين كده بشيل القمع بتاعها بعد ما غسلتها ونشفتها كويس. بشيل القمع بتاعها وببدا ان انا احطها في الكبه واديها فورمه كويسه كده زي ما احنا شايفين. بعد كده بفرغها في طبق واحط معاها معلقه كبيره من الملح طبعا حسب الكميه اللي انت عاملاها من الشطه، وابدا ان انا احطها في اكياس تلاجة زي ما احنا شايفين، نفس ما عملت في الثوم كده بالظبط. هبدا ان انا املى كيس التلاجة وابططه بالشكل ده، افرده في قلب الكيس، وابدا ان انا اتني الكيس زي ما عملت في الثوم اول مره زي ما احنا شايفين كده. تالت حاجة معايا هي دقة الشطة بالثوم. زي ما احنا شايفين برضو غسلت الفلفل ونشفته كويس وشلت منه العنقود بتاعه، وحطيت كمية الثوم حسب ما انتي محتاجة، حسب ما بتحبوا كمية الثوم في قلب هريسة الشطة. انا هنا عملت الثوم حوالي ربع كمية الشطة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بدأت فرمت الشطة مع الثوم، بعد كده فرغتهم في طبق زي ما احنا شايفين، وبنحط برضو عليهم معلقة كبيرة من الملح، وطبعا برضو الملح حسب كمية الشطة اللي انتي عاملاها. اخدتها برضو حطيتها في كيس من التلاجة، كيس تلاجة. بعد كده هفردها وهتنيها زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، بحيث ان هي لما تتجمد افك طبقة من التانيات ديت واكسر زي ما انا عايزة على قد الطبخة بتاعتي او الدقة اللي انا عايزاها، سواء سمك او بتنجان. ممكن ان انا افردها زي ما قلت لكم في قلب الكيس واسيبها مفرودة في قلب الفريزر. تالت حاجة معايا او رابع حاجة معايا هي هريسة الشطة او الشطة الحلوة المفرومة. زي ما احنا شايفين كده برضو بشيل منها العنقود وانضفها كويس من البذور بتاعتها، لو في قرن واحد بس او فلفل حار، واحدة فلفل حار يا دوب بس ناخد ريحتها، ما بتبقاش حراقه قوي. طبعا الشطه دي كويسه للاطفال والناس اللي ما بتحبش الحاجه الحاره. بنبدا ان احنا نفرمها بنفس الطريقه، وبنحط عليها معلقه كبيره من الملح او معلقتين حسب برضو كميه الشطه بتاعتك. بعد كده بصفيها كده زي ما احنا شايفين، بصفيها بسيط. المية دي ما ترميهاش، ممكن انتي تغليها وتبرديها وتحطيها مع مخلل الجزر او مخلل الخيار، اي مخلل انتي عايزاه، تدي ريحة حلوة ولون حلو. بعد كده باخد بقى الشطة افردها. بصوا دي بعد ما اتجمدت ببدأ ان انا افك التانيات خالص، يعني ما بستناش ان هي تفك. بفك التانية وبكسر على قد الحشوة بتاعتي او على قد الحاجة اللي انا هعملها، وبرضو برجع الكيس تاني في قلب الفريزر. وده شكل الثوم. وكده تكون خلصت وصفتنا النهارده. بتمنى يا رب وصفة النهارده تكون عجبتكم وتجربوها. ما تنسوش بقى، تنسوش تدعموني وتشجعوني بلايك وتشرفوني باشتراككم في القناة، وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم كل جديد. بشكركم جدا. السلام عليكم.